تعالى اقولك ازاي هنلم العربي في 5 ايام بس في كل فروع. بس قبل اي حاجه ما تنساش تدعي كل الناس اللي هتظهر دلوقتي قدامك على الشاشه ان ربنا يوفقهم ويكبر بخاطرهم ويحققوا احلامهم باذن الله. وما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا ونشوف احنا ازاي هنقسم العربي وازاي هنقسم الفروع بتاعته كلها وازاي هنقدر نخلصهم. يلا نشوف. انت بقى معاك العربي 5 فروع، عندك نحو، عندك ادب ونصوص، عندك قراءة، عندك قصة، عندك بلاغة. احنا مثلا معانا في النحو 7 وحدات، معانا في البلاغة 3 وحدات، معانا في النصوص والادب عندك 10 دروس ادب و8 نصوص. عندك مثلا في القصة 11 في ترم اول و11 في ترم تاني. طب ولسه ايه؟ عندك القراءة 6 دروس. احنا ازاي هنقسمهم على عدد الايام وازاي هنخلصهم اصلا في ال5 ايام؟ تعالى اقولك هنمشيهم يوم يوم ازاي. معاك مثلا اول يوم هتاخد اول درس قراءة، اول وحدة بلاغة، اول وحدة نحو، اول 3 مدارس من اصل 10 دروس، هما يبقوا 3 دروس. معاك اول نصين، معاك اول 5 فصول قصة. طب انا ليه كترت القصة وليه مقللة كل حاجة منهم في اول يوم؟ لان انت اول يوم هيبقى عندك شغف، مش عايزة اهبطك من اول يوم ان انت اول يوم تبقى بتذاكر تحس ان الكمية كتير، انت لو ما انجزتش منها هتحس ان انت ما عادش فيه طاقة، ما انتش قادر ان انت تكمل، فعزيمتك دي هتهبط. فانت لازم اول يوم تكون خلصت. طب انا ليه كترت القصة بقى طالما ان انا بقول ان انت اول يوم هتكون خلصت؟ لا، القصة مش هتفرق معاك لان القصة انت بتعرف احداثها، يعني مش اسئلة زي ايام زمان وتحفظ اجوبتها وهكذا، لا انت هتعرف احداثها. فانت لو قرأتها فصل ما بين كل فرع وفرع، يعني انت لو خليت القصة دي هي الفيصل ما بين الفروع هتبقى حاجة كويسة ان انت لما تاخد فصل بعد القراءة فصل تاني يوم. معاك مثلا تاني يوم تاني درس قراءة، تاني وحدة بلاغة، تاني وحدة نحو، تاني 3 دروس في الأدب، تاني نصين في النصوص. طب والقصة هتاخد 4 فصول قصة. طب ليه؟ لأن انت عندك الوحدة السابعة في النحو هي مش اسمها نحو، هي بتبقى معروفة عند الأزهر شوية لأن ده اسمه صرف، فانت هتاخد منه 3 دروس، يعني هو خلاف النحو، ده حاجة وده حاجة تانية خالص. فانت علشان الوحدة السابعة دي ما نركنهاش خلافا ان هي اصلا مش زي النحو، فهناخد منها 3 دروس بس. يبقى كده احنا خلاص رتبنا اول يوم وتاني يوم. نيجي بقى تالت يوم هيبقى معاك 3 درس قراءة، تالت وحدة بلاغة، وكده خلصنا خلاص البلاغة. تالت وحدة نحو، درسين ادب ودرسين نصوص. احنا لما اخدنا 3 و3 وصلنا ان عدد دروس الادب تبقى هي نفس عدد دروس النصوص. هنكمل باقي الوحدة السابعة اللي احنا اتكلمنا عنها في تاني يوم وهناخد 4 فصول قصة. كده خلاص خلصنا اول يوم تاني يوم تالت يوم، حوالي 3/4 المناهج بدأ يخلص اهو. كده خلاص وصلنا لرابع يوم، احنا خلاص خلصنا البلاغة مع تالت يوم. هناخد بقى ايه في رابع يوم؟ هناخد اخر درسين قراءة، اللي هو المفروض ان احنا بناخد كل مرة درس قراءة وبدل وحدة البلاغة هنحط اخر درس من القراءة. يبقى احنا كده خلصنا القراءة. هناخد درسين من النصوص ودرسين اللي هما يبقوا اخر درسين برضو اخر نصين، واخر درسين في الادب، و5 فصول من القصة، والوحدة الرابعة من النحو. كده احنا هيبقى معانا في النحو الوحدة الخامسة والوحدة السادسة لان احنا كنا اخدنا ال7 اللي هي صرف. كده هيبقى معانا باقي القصة اللي هما يبقوا 4 فصول برضو. فاحنا هنيجي بقى اخر اليوم اللي هو خامس يوم هناخد فيه ال4 فصول قصة او ال5 فصول قصة المتبقيين، وهناخد وحدتين النحو. طب وهنعمل ايه بقى باقي اليوم؟ هنبدأ نحل شامل. كده انت خلاص قفلت المنهج في ال5 ايام. طب ليه انا ضغطته في ال5 ايام؟ في ناس بتحب تمشي المادة بمادتها، يعني هي الناس دي ما ينفعش تمشي المواد اللي انا بقولها دي. مش على التقسيمة دي لو انت مثلا معاك اكتر من مادة في اليوم، لكن التقسيمة دي للناس اللي هي هتبقى ممشية ال5 ايام بتوعها بس عربي، ان هي تقفل العربي وتلمه وتركنه بقى، تبدأ تحل كل يوم امتحان شامل مع مادة تانية. هل الطريقة دي صح؟ هي صح، بس للناس اللي تقدر عليها ان انت يومك كله يبقى عربي بدون ما تفصل، فهي الفكرة كويسة جدا لان انت كده بتبقى ركنت مادة
مجرد ان انت كل يوم مع المادة اللي عليها الدور بتحل عليها. يعني نفترض ان احنا جينا المرة الجاية هنتكلم عن الكيمياء، فهي الناس اللي هتبدأ مثلا الكيمياء بعد العربي خلاص قفلت العربي وخلصت حله كله، هتيجي مثلا للكيمياء بقى، هتبقى وهي بتذاكر الكيمياء هتفصل بشامل للعربي واحد بس. طب وتاني يوم هيبقى نفس الحوار، فانت كده بتلم المادتين مع مادة تالتة، التلات مواد مع مادة رابعة وهكذا. فهي الفكرة كويسة جدا بس لو انت هتقدر عليها. الجدول ده وورد حطه في اخر الفيديو، الناس اللي مثلا عايزة تمشي عليه ممكن تاخده سكرين وتطبعه وتمشي عليه، او لو انت مش عايز تاخده سكرين وعايزه مثلا صورة ابعتلي برايفت وانا هديهولك مفيش اي مشكلة. هو الجدول ده هيبدأ بتاريخ بكرة اللي هو 11/5، هيبقى على مدار 5 ايام باذن الله. تحت في الكومنتات اكتب بسرعه عايزنا نتكلم عن ايه الماده اللي بعد الكيمياء، لان انا هتكلم عن الكيمياء باذن الله لان ناس كتيره طلبتها مني. فاكتب عايز ايه المره الجايه، واكتبوا برضو عايزين نتكلم عن ايه بخلاف المواد، واكتب الدعوه بتاعتك علشان كل الناس تدعي لك المره الجايه باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.